المقامع هي لجنة مشكلة من وزارة الزراعة، وزارة التموين، الرقابة على الصادرات والواردات. وزارة الزراعة دورها فقط حماية المزارع. أنا بورد أرداب أضمن إن هو يتوزن أرداب ما توزنش أقل من كده. أضمن مستحقات المزارع إنه في خلال فترة زمنية بسيطة يصرف مستحقاته. أما المسؤول عن دخول الأقماح المستوردة وخلطها بالمصري الرقابة على الصادرات، وهي الجهة اللي هي تسمح وهي الجهة التي ترفض، فالدور ده عند وزير التموين. ثانيا، بالنسبة أثناء فترة التوريد كنا نشوف شاحنات محملة بالقمح المصري والمزارع باليومين ثلاثة قدام الشونة مش قادر يورد الكمية بتاعته. ده السبب بتاعه أولا وزارة التموين، ثانيا الأيادي المرتعشة في وزارة الزراعة. الموضوع اللي جاب المصادرة اتحال، الموضوع في قضايا منه اتحالت للنائب العام، وده حاجة بقت واقع مش على التلفزيون. خلاص أنا كان معاه النائب أبو عظيم امبارح في حلقة تلفزيونية قال إن الموضوع اتحل للنائب العام، وأنت لو فتحت التلفزيون النهارده هتلاقي خبر عاجل موضوع اتحل للنائب العام، وفعلا بقى قضية. ده موضوع فعلا حصل، واحنا يوشكنا انه يحصل في الوقت الراهن، يعني ممكن يحصل في اي وقت، لكن الوقت اللي احنا فيه دلوقتي واحنا الناس بتموت في سينا وتموت هنا مش معقول يعني.